اهلا بيكم يا جماعه. في الكام سنه الاخيره هواوي وسامسونج سيطروا على سوق السمارت فونز في العالم، وكل سنه كانوا بيتفننوا في ان هم يعملوا جهاز هاي اند جديد. بس يا ترى مين فيهم قدم جهاز احسن للنص الاولاني من سنه 2017؟ هل هو صاحب لقب اول جهاز ينزل مصر رسمي ب 6 جيجا بايت رام، ولا صاحب اكتر تصميم سكسي في العالم دلوقتي؟ معاكم احمد كمال من AK ريفيو، ومقارنه كامله ما بين السامسونج جالاكسي S8 بلس والهواوي P10 بلس. مبدئيا عملت فتح صندوق ومراجعه كامله لكل جهاز فيهم، فلو حابب تعرف بالتفصيل عن اي واحد فيهم او تعرف ايه اللي موجود في العلبه بتاعته ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشوف الفيديوهات ديت على القناه بتاعتي. التصميم سامسونج ابدعت فيه السنه دي، جهاز جاي معمول بالكامل من ازاز باسبكت ريشيو جديده وسكرين تو بادي ريشيو عاليه جدا، بيسمح لك ان الشاشه تكون كبيره وفي نفس الوقت الجهاز يفضل مريح في الايد. بصراحه التصميم بتاع سامسونج جالاكسي S8 والS8 بلس كان بيخلي اي جهاز جنبهم يبان شكله قديم ومش متطور قوي زيهم. هواوي على الناحيه الثانيه ما طورتش كتير قوي في التصميم عن السنه اللي فاتت، ولكنه بقى مريح اكتر بسبب الملمس الجديد اللي هم عملوه الهايبر دايموند كات، وان هو بقى فيه كيرفز من الجوانب تسمح لك ان انت يكون مريح في ايديك اكتر. وبما ان الجهاز معمول من معدن فهيتحمل صدمات اكتر من السامسونج جالاكسي S8 بلس. الشركتين قرروا ان هم هيغيروا مكان الفينجر برينت سنسور المره دي. هواوي على عكس المعتاد خلت الفينجر برينت سنسور بتاعها قدام واستعملته كنافيجيشن كي بدل النافيجيشن بار اللي كان موجود في الاول، وسامسونج شالت الهوم بوتون بتاعها من قدام واستعملت مكانه النافيجيشن بار وخلت الفينجر برينت سنسور ورا. رغم ان المكان الناس كتيره جدا هجمته وشافت ان هو صعب ان هو يوصل له، لكنه بالنسبه لي كان مريح جدا بصراحه. اما اداء الفينجر برينت سنسور نفسه فكان في صالح الهواوي P10 بلس بسبب ان هو بيفتح اسرع وبيبقى ادق كل مره عن السامسونج جالاكسي S8 بلس. عموما سامسونج عندها وسائل حمايه غير الفينجر برينت سنسور، عندها الايرس سكانر واللي انا كنت بستعمله بشكل اساسي بصراحه، اللي هو ماسح قطعات العين بحيث ان انت بتفتح من بصمه العين بتاعتك مش من بصمه صباعك، وعندها الفيس ريكوجنيشن واللي انا ما بنصحش بيه تماما لانه سهل ان هو يخترق بسهوله. سمك الجهازين ما كانش مختلف كتير قوي عن بعضه، ومن تحت عندي 3 حاجات: اليو اس بي تايب سي، مدخل 3.5 ملم للهيدفونز، وسماعات الجهاز نفسه اللي كانت ستيريو سبيكرز في هواوي اما سماعات عاديه في السامسونج جالاكسي S8 بلس. الحقيقه انا شخصيا بفضل ان السماعات بتاعت موبايلي تكون ستيريو سبيكرز لانها بتدي لك صوت واقعي اكتر واحسن من الصوت اللي انا باخده من السماعات العاديه. مين احسن فيهم في التصميم؟ الحقيقه في رايي انا الشخصي ان الS8 بلس ملوش اي منافس في النقطه ديت، لكن ناس كتيره ما بتفضلش التصميم الازاز لانه بيبقى عرضه اكتر ان هو يتكسر بسهوله عن التصميم اللي معمول من معدن. والحقيقه التصميم بتاع الهواوي P10 بلس برضه يظل تصميم كويس جدا. على الناحيه الثانيه فالS8 بلس بيجي IP68، ده معناه ان هو مضاد للميه، اما الهواوي P10 بلس فهو مجرد مقاوم للميه بس مش مضاد ليها بالكامل زي الS8 بلس. فالمره ديت رغم ان انا رايي شخصيا بيميل للتصميم في ناحيه الS8 بلس، ولكن دايما شايف ان التصميم بيرجع للاول والاخر للمشتري، فتقدر تقرر انت التصميم اللي انت شايفه احلى بالنسبه لك. اخيرا وبعد انتظار طويل جدا من هواوي قررت ان هي تنزل الهواوي P10 بلس بشاشه QHD، وسامسونج بقى لها فتره طويله جدا بالفعل شغاله بشاشات QHD. الشاشتين دقتهم عاليه جدا، ممتازين في الشمس والالوان ممتازه بصراحه. من الناحيه العمليه رغم ان ديت شاشه IPS وديت شاشه سوبر اموليد، ولكن مش هتحس بفرق كبير قوي ما بين الاثنين في استعمالك العادي. مع ذلك التجربه بتاعت شاشه سامسونج نفسها اللي هي 6.2 انش، رغم ان الجهاز نفسه مش اكبر بكتير من جهاز الهواوي P10 بلس اللي شاشته يا دوبك 5.5 انش، ده يخليني افضل شاشه السامسونج بصراحه عن شاشه الهواوي. رغم ان سامسونج كل سنه بتبقى متفوقه في الشاشه على باقي الشركات، ولكن السنه ديت بالذات تفوقت على نفسها وعملت شاشه ما كنتش اتوقع ان انا اشوفها في السنين ديت خالص في السمارت فونز دلوقتي. وبما ان البي 10 بلس بيجي بشاشه اصغر من شاشه الS8 بلس وبطاريه اكبر منه كمان، فكان عمر البطاريه بتاعه اكبر من عمر بطاريه الS8 بلس. الS8 بلس كان بيقعد معايا حوالي نص تقريبا الوقت اللي بيقعده البي 10 بلس او ازيد شويه صغيرين، ودي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لي. قررت ان انا ادخل في سيتنجز واخلي الشاشه FHD بدل QHD على سامسونج جالاكسي S8 بلس، وبرده البطاريه بتاعت الS8 بلس ما كانتش منافسه قوي للهواوي بي 10 بلس. علشان يدوني هما الاثنين نفس الاداء تقريبا كنت بحتاج اخلي الS8 بلس شغال بشاشه HD بس، والQHD طبعا موجوده على البي 10 بلس زي ما هي. سرعه الشحن في الجهازين كانت بتاخد حوالي ساعه ونص تقريبا علشان تشحن من 0 ل 100%، مع اختلافات طبعا بسيطه كل مره بتشحن فيها. لكن الS8 بلس كان بيطفي الشحن السريع لما بتستعمل الجهاز علشان ما يسخنش منك، بالتالي كان بدل ما بيشحن في ساعه ونص لو انت هتستعمل الجهاز في ايدك هيشحن في حوالي 3 ساعات تقريبا او ساعتين ونص. الحاجه الوحيده اللي متعلقه بالبطاريه والS8 بلس بينتصر فيها على البي 10 بلس هي انه بيدعم الشحن اللاسلكي على عكس البي 10 بلس، وبصراحه مش شايفها ميزه كبيره قوي، فشخصيا شايف ان البي 10 بلس يكسب منافسه البطاريه باكتساح عن الS8 بلس.
دايما بقول ان في الفئه العليا او فئه الهاي اند ما ينفعش تقارن ما بين الجهازين بالاداء، لان الجهازين هيدوك اداء ممتاز جدا وسلس جدا، مفيش واحد فيهم هيبقى بطيء معاك، مفيش واحد هيهنج معاك، والاثنين هيبقى ادائهم سلس وما فيهوش اي مشاكل. لكن لو انت من الجيكس قوي ويهمك تعرف انهي اللي اسرع حتى لو باجزاء من الثانيه، فانا شخصيا هكون ميال شويه للبي 10 بلس، رغم ان اداء الاثنين كان تحفه فعلا في الالعاب الثقيله، ولكن بسبب ال 6 جيجا بايت رام على البي 10 بلس فالتنقل ما بين ابلكيشن للتاني كان بيديك سلاسه اكتر فيه. البي 10 بلس شغال بكيرن 960 والاس اي بلس شغال باكسينوس 8895، وزي ما قلت قبل كده الاثنين ادائهم تحفه جدا، والاثنين هيكونوا اكتر من كافيين بالنسبه لك. كلا الجهازين شغال هايبريد سيم، ده معناها ان انت يا اما هتحط خطين مع بعض يا اما هتحط خط وذاكره خارجيه زياده، وشخصيا اشك ان انت ممكن تحتاج للذاكره الخارجيه الزياده. انت معاك في السامسونج جالاكسي اس اي بلس 64 جيجا بايت ذاكره داخليه، وفي الهواوي بي 10 بلس معاك حوالي ضعفهم تقريبا 128 جيجا بايت ذاكره داخليه. الكاميرتين في الجهازين من احسن الكاميرات اللي ممكن تستعملها في اي سمارت فون موجود في السوق دلوقتي. الهواوي بي 10 بلس بيجي بدول كاميرا معموله من عدسات جديده من لايكا بفتحه عدسه 1.8، اما سامسونج جالاكسي اس اي بلس فهو بيجي بكاميرا 12 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 1.7، ومش مختلفه كتيره قوي عن الاس 7 ايدج اللي جربناها السنه اللي فاتت وكانت ممتازه الحقيقه. دول بعض الصور اللي متاخدين بالكاميرتين بتوع الجهازين علشان تعرف تحكم عليهم وهما الاثنين جنب بعض. اما الكاميرا الاماميه في الجهازين كانت 8 ميجا بكسل، لكن مع فتحه عدسه 1.7 في الاس اي بلس و1.9 في البي 10 بلس. البي 10 بلس بيجي بعدسات ولاول مره في الكاميرا الاماميه من لايكا، وبصراحه كان المفعول فيها باين قوي. الكاميرتين ممتازين في الكاميرا الاماميه، ولكن الاس اي بلس بيطلع صور ناعمه بزياده ومش شارب تماما، على عكس البي 10 بلس اللي كان بيطلعها احسن في رايي شويه من ناحيه الديتيلز والشاربنس. ما تنساش تعمل للقناه سبسكرايب علشان تعرف اكتر عن الكاميرتين بتوع الهواوي بي 10 بلس وسامسونج جالاكسي اس اي بلس، وتعرف انهي فيهم القريبه للحقيقه اكتر والواقعيه فيهم اكتر. واجهه مستخدم سامسونج اكسبيرينس 8.1 على سامسونج جالاكسي اس اي بلس، وعلى الهواوي بي 10 بلس شغال بايموشن يو اي 5.1، والاثنين مبنيين على نوجا 7.0. الواجهتين تحسنوا كتير قوي عن قبل كده، خصوصا واجهه هواوي اللي بقت مستقره اكتر بكتير من الاول، وعلى حسب كلام الشركه فالواجهه دي بتضمن لك ان الجهاز هيعيش معاك لفتره طويله من غير ما اداؤه يقل او يبتدي يبقى ابطا معاك من يوم ما جبته. لكن بما ان الجهاز لسه نازل السنه دي فمش هنقدر نحكم على النقطه دي بالذات دلوقتي. اما واجهه سامسونج اكسبيرينس اللي مستعمله في الاس اي بلس هتفضل بالنسبه لي واحده من اكتر واجهات المستخدم اللي انا بحبها شخصيا، خصوصا من ناحيه التصميم. سامسونج دايما بتطور في التصميم بتاع الايكونز بتاعتها على عكس هواوي بالمناسبه، وبتحرص ان هي كل مره بتديك في الجهاز بتاعك تصميم شكله احسن عن اللي قبل كده. اما هواوي فكنت احب ان هي تحسن من شكل الايقونات بتاعتها شويه عن اللي هي عليه دلوقتي، ولكنها اذواق بالطبع، فممكن واجهه هواوي تكون عاجباك كشكل اكتر عن واجهه سامسونج اكسبيرينس اللي هي عجباني انا شخصيا في الشكل اكتر. في الاخر احب اقول ان الجهازين ممتازين بصراحه، ووقت تصوير الفيديو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي يعتبروا احسن جهازين بلا منازع موجودين في مصر ومن احسن الاجهزه عالميا. هيظهر لك فوتنج دلوقتي علشان تقول لي مين فيهم الاحسن، هو بي 10 بلس ولا سامسونج جالاكسي اس 8 والاس 8 بلس. وما تنساش تشاركني برايك في الكومنتات في كل جهاز فيهم. اعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك وسبسكرايب على قناه اليوتيوب. كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.